السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلوة وحادق مع شيرين. وصفة النهاردة وصفة الاستريبس، حلو جدا. طبعا زي ما انتم شايفين الجمال والشياكة، القرمشة، الطعم الحلو جدا. طبعا ولادنا بيحبوه جدا وبيجيبوه بأسعار عالية جدا من أفخم المطاعم. لا، هنعمله في البيت بكل تكاته وحركاته. لو عجبتكم الوصفة اوعى تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نشوف هنعمل ازاي. زي ما انتوا شايفين مقاديرنا سهلة جدا. معايا بابريكا، فلفل اسود، كمون، ملح. تمام. معانا بهارات فراخ، معانا دقيق، معانا مية، ومعانا نص كيلو من الفراخ البانيه. زي ما انتوا شايفين وصفتنا سهلة جدا، مفيش أسرع منها وهتطلعي بنتيجة ممتازة في الآخر. أول حاجة اول حاجه طبعا احنا لازم نغسل الفراخ كويس جدا وننشفها. تمام. مغسوله بملح وليمون ونشفناها كويس جدا. وهنبتدي نعمل الخلطه بتاعتنا. دي كميه الدقيق الموجوده عندي، حوالي كوبايتين من الدقيق. نزلت عليها بنص التوابل الموجوده عندي زي ما احنا قلنا: بابريكا، فلفل اسود، كمون، وكمان ملح. زي ما انتوا شايفين هننزل بنص التوابل بس، وهقول لكم هنعمل ايه بالنص التوابل. هنضيف للخلطة بتاعتنا حوالي معلقتين كبار من توابل الفراخ. والكيس ده مش غالي خالص، بحوالي 7 جنيه. استخدمت منه معلقتين كبار. هنستخدم المية بتاعتنا بقى في ان احنا بنعمل العجينة بتاعتنا. طبعا العجينة بتاعتنا احنا ولا عايزينها سايلة جدا ولا هي تقيلة. هنفضل نزود كده لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، عجينة خفيفة إلى حد ما. زي ما انتوا شايفين هنزل بقطع البانيه. حابة تقطعي قطع البانيه صوابع براحتك. حابة ان انت تعمليها زي ما هي برضو الشكل اللي انت حباه وولادك حابينه اعمليه. هننزل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالبانيه بتاعنا في الخلطة، وهنسيبها حوالي ساعتين في التلاجة. بعد ما خرجت من التلاجة هنبتدي بقية التوابل اللي عندنا، نفس التوابل اللي حطيناها في الكفر الأولاني هنحطها في الكفر التاني. هننزل ببقية التوابل على كوباية من الدقيق، بابريكا وبرده فلفل اسود وكمون. هننزل كمان بمعلقة من بهارات الفراخ، وهنقلب الكفر ده كويس جدا. زي ما انتوا شايفين عندي بقى بضاية بشوية فلفل اسمر، هنضربها كويس جدا. ودي التركة بقى اللي هنضيفها على البانيه بتاعنا او الاستريبس بتاعنا. هنخرج من الخلطة الاولانية كده، هنحطها في الدقيق وعلى الزيت على طول. زي ما انتوا شايفين زيت غزير، شايفين ما شاء الله كريسبي من بره وطري جدا من جوه، ما شاء الله اللهم بارك. عملنا بقى السندوتش الخطير اللي ولادنا بيروحوا يجيبوه زي ما قلت لكم من افخم المطاعم وغالي جدا، بسهولة وببساطة. زي ما انتوا شايفين كريسبي جدا من بره والطعم حلو قوي. بسيطة سهلة. لو حابة تعمليها سبايسي نحط شطة بودر، او زي ما انتوا حابين كاتشب حار. زي ما انتوا عايزين تقدموا بقى بالشكل والطعم اللي انتوا عايزينه قدموه. دي كانت وصفتي النهاردة، وصفة الاستريبس سهلة جدا. لو عجبتكم الوصفة اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، واستنوني في وصفة جديدة ان شاء الله.